الشخص الوحيد اللي خلى مصر رقم 2 عالميا في نسبة الجريمة، وكان بياخد اتوات من الناس كلها والحكومة كمان، لدرجة ان بريطانيا اتدخلت مع مصر عشان يقدروا يوقعوه. والشخص ده يبقى اسمه محمد محمود سر الختمة، او بمعنى تاني الخط. واكيد طبعا انت سمعت اسم الخط ده تحديدا في التلفزيونات، ولكن في ناس كتير مفكرة ان الاسم دوت من وحي خيال المؤلف ومفيش حاجة اسمها كده. فاسمح لي اقول لك ان الخط ده كان اسم واحد موجود في مصر فعلا، وده تحديدا اشهر مجرم عدى على مصر لحد النهارده. والراجل ده اللي نيم الناس من المغرب حرفيا، مش كلام وخلاص. وتبدا الحكايه مع ميلاد طفل اسمه محمد من عيله بسيطه جدا موجوده في الريف، وتحديدا في منطقه في اسيوط اسمها درونكا. وخليني اقول لك ان محمد لما اتولد كان شكله مميز جدا، يعني كان عينيه لونها ازرق وشعره لونه اصفر زي الاجانب بالظبط، وملامحه الجميله دي ما كانش موجود منها في الصعيد كتير. ده غير انه كان اصغر اخواته واشطرهم رمي بالسلاح. ما تستغربش، محمد اتعلم ازاي يضرب نار من وهو عنده 10 سنين، ودي كانت حاجه عاديه في القريه اللي هم كانوا ساكنين فيها، لاني بكلمك تقريبا من 100 سنه فاتوا. وبما ان عيله محمد كانت من العائلات الفقيره، فكانوا بيعتمدوا دايما يا اما على صيد الاسماك يا اما على رعي الغنم. فمحمد من وهو صغير عودوه ان هو يطلع يرعى الغنم، وكل يوم يسرح بيهم في مكان شكل علشان ياكلوا. والدنيا كانت ماشيه تمام لحد يوم 2 فبراير سنه 1927. ساعتها محمد بقى شاب عنده 19 سنه، وفي اليوم ده كان طالع بالغنم زي اي يوم. لكن وهو رايح للمكان اللي كان قصده علشان الغنم تاكل، قابله شيخ الغفر بتاع المنطقة دي. والشيخ ده كان اسمه عبد الله محمدين. واول ما شافه قال له انت رايح فين بالغنم اللي معاك دول؟ خد يلا القطيع بتاعك ده ولف وروح اسرح بيهم في حتة تانية، وما تجيش هنا تاني وما تسألش ليه، لان ساعتها محدش كان عارف هو بيمشيه من هنا ليه اصلا، او بمعنى اصح ما كانش فيه سبب واضح للتصرف ده غير انه بيراضي فيه وخلاص. وده برضه اللي فكر فيه محمد. فعمك محمد راح اتعصب وشد معاه في الكلام وقال له لا مش همشي، انا هرعى الغنم هنا وفي اي مكان انا عايزه. المهم عبد الله شيخ الغفر راح متعصب هو كمان، وراح ماسك محمد لطشه بالقلم وقال له انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا ومحدش يرد عليا. فمحمد خد القلم من هنا وسكت وخد بعضه ومشي. ويا ريته ما سكت، لانه في اليوم ده بالليل جاب سلاح وراح على بيت شيخ الغفر، وراح منشن على ابنه وخلص عليه وطار فص ملح وداب. راح على فين؟ على الجبل. فالنار ولعت في قلب شيخ الغفر وقرر انه ياخد بطاره، فراح لبيت محمد وخلص على عمه كبير العيلة الحاج محمود منصور، وكده يعتبر هو اهان عيلة سر الختمة كلها. والخبر اول ما وصل لمحمد اتعفرت وقرر ان هو بدل ما هياخد من عنده واحد، لا هياخد 9، وكل يوم ياخد 3 لمدة 3 ايام. يعني كان ينزل من الجبل للبيت بتاعه ياخد 3 ويطلع تاني. وبعد ما محمد خلص طاره جاب اهله كلهم واخواته وطلعهم معاه على الجبل يعيشوا بين المطاريد. والمطاريد دول يا سيدي الناس اللي هربانة من الحكومة او اللي عليهم طار. بس هنا شيخ الغفر برضو مسكتش، وراح مكلم سفاح كبير علشان ياخد حقه من الخط اللي هو محمد. وبالفعل اول ما اتفق مع السفاح الخبر وصل للخط بسرعه، فراح الخط جاب رجاله وطلع على الطريق اللي المفروض السفاح هيعدي منه في درونك. واول ما السفاح وصل راح عمك محمد مخلص عليه على طول. ومن هنا بعد الموقف ده محمد اتعرف جدا، وكل الناس بقت تجيب سيرته، وبدات المطاريد تتلم حواليه وعملوه الزعيم بتاعهم، وما بقوش يعملوا اي حاجه غير لما ياخدوا موافقته الاول ويستأذنوه. وهنا بقى محمد حس بالمسؤولية وقرر ان هو يدعم الناس دي، واول حاجة بالسلاح. هتقولي طيب هيجيب السلاح ازاي ومنين؟ هقولك ان الموضوع ساعتها كان بسيط جدا ومش مكلف اصلا، لان مخازن الانجليز كانت مغرقة الدنيا في مصر، ومش اي سلاح كمان، ده ساعتها كان الاقوى والاحدث. وبقى كل فين وفين محمد ياخد شوية من العصابة ويهجموا على مخزن من بتوع الانجليز ياخد الاسلحة اللي فيه، لحد ما عمل مخازن لنفسه من الاسلحة بتاعتهم. وخد بالك الموضوع
الموضوع ده خلاه يكسب نقطة على الحكومة، لأن الأسلحة اللي كانت معاه كانت كتير جدا ومش موجودة مع الحكومة نفسها، فقال لك كده السلاح موجود والحكومة مش هتقدر علينا. وساعتها بقى الخط بدأ يوظف العصابة بتاعته وبقى يخليهم كقطاع طرق على المداخل والمخارج بتوع القرية، وبقى يخلي فئة منهم يهجموا على مخازن أسلحة كبيرة وياخدوا اللي فيها كله. وفضل الوضع كده يكبر لحد ما محمد سلطته كبرت وبقى عامل لنفسه دولة جوه الدولة. وكانت أول حاجة يعملها إن هو يغير اسمه من سر الختمة للخط، وبقى يفرض إتاوات على كل الأراضي وبقى يلم مبالغ مهولة. يعني أي حد بقى عاوز يحافظ على الأراضي بتاعته والعصابات بتاعة الخط تحميها له يدفع الإتاوة، والإتاوة دي كانت نص جنيه على كل فدان. إنما بقى اللي ما كانش بيوافق كانت الأرض بتاعته بتتسرق وتتنهب علني، حتى المحصول اللي عنده معرض إن هو يتحرق في أي لحظة. فالناس بدأت إن هي تشتري دماغها وتبقى مع الخط احسن. وعاوز اقول لك ان الخط كمان قدر ان هو يبقى تحت ايده اكتر من 300 فدان، وفي الوقت ده الحكومه ما كانتش لسه مقلقه منه قوي لان الهجمات اللي كان بيعملها ما كانتش منتظمه، فكانوا عارفين ان هو مش عارف هو بيعمل ايه. لكن مع مرور الوقت القلق بتاع الحكومه بدا يزيد، وده لما الخط انضم ليه واحد تاني كبير اسمه الشيخ عواد، وده كان راجل ازهري ومتعلم كويس جدا، ولكن اتحول لمجرم واحد من المطاريد بسبب الطار. والشيخ عواد ده بقى كان ذكي جدا وفاهم هو بيعمل ايه كويس جدا، وده اللي خلاه في وقت قصير يقدر يضيف للعصابة بتاعت الخط كتير قوي، وخلى الحكومة بقت مش على بعضها، لدرجة ان الدخل اللي كان داخله هو والخط كان شهريا 5000 جنيه واكتر. ما بالك بقى المبلغ ده من 100 سنة كان عامل ازاي. ومن هنا الخط بدأ ياخد ضرايب من الممثلين وياخد كمان ضرايب من العمدة بتاع البلد زيه زي اي حد. وفي مرة من المرات هجم على قطر من بتوع الانجليز وصفى كل اللي كانوا فيه. انت متخيل جرأته وصلت لايه؟ انا عايز اقول لك ان الخط بقى يقتل في الناس للصدقة. والله بجد للصدقة. بقى اي حد عاوز ياخد بطاره ومش معاه فلوس بقى بيخلي الخط ياخدهوله وببلاش كمان. وكان الخط مفكر ان اللي بيعمله ده كده صدقة لانها حاجة من غير مقابل. ومع وجود الخط الناس بقت تخاف وتنام من المغرب قبل ما الليل يجي علشان ما يحتكوش مع اي حد من عصابة الخط. وبسببه نسبة الجريمة بقت التانية عالميا هنا في مصر بعد شيكاغو. والحكومة فضلت سنين وسنين عاوزة توقع الخط، لكن هو كان ذكي جدا ودايما سابقهم بخطوة. ولكن في مرة حصل خلاف بسيط بينه وبين عواد أقرب حد ليه، وده لأن كان في جدال ما بينهم بين إنهم يخلصوا على لواء شرطة ولا على صاحب الأرض. والحكاية إن كان في واحد من أعيان البلد عنده حتة أرض، ولكن كان بيتأخر في الإتاوة بتاعته اللي بيدفعها للخط. فهنا الخط قرر يعاقبه ويبعت له شوية من العصابة يفضلوا في الأرض بتاعته ويلموا المحصول بتاعها ويبيعوه، يعني ياخدوا الإتاوة بطريقتهم. وساعتها اللواء إسماعيل لما سمع عن الموضوع ده اتضايق وتعصب من بجاحة الخط، فقرر ان هو يبعت شوية عناصر من الشرطة تروح تتدخل. وساعتها الرجالة بتاعت الخط جريت على طول، بس للأسف في 2 من رجالة الخط اتقبض عليهم. وساعتها الخط اتضايق واتغر جدا وقال ازاي يقبض على 2 من رجالته، هو مين اصلا عشان يعمل كده؟ طب انا هوريه. وقرر يختال اللواء اسماعيل ابو الصعود. وساعتها عواد اعترض على الكلام اللي قاله الخط وقال له لا، احنا كده هنعمل تاتش اكبر من التاتش اللي بيننا وبين الحكومة. احنا المفروض نعاقب صاحب الارض ان هو راح اشتكى. ولكن الخط كان مصمم ان هو يختال اللواء اسماعيل، فساعتها بقى الخلاف كبر ما بينهم. والاول مرة عواد يسيب العصابة وينزل لبيته بعد ما هو والخط شدوا مع بعض. وهنا الخط كمل في اللي بيعمله وراح ناصب كمين للواء، وبالفعل هجموا على بعض وحصل اشتباك شديد جدا، واللواء خد 4 رصاصات
العصابة، لكن ربنا نجاه وفضل عايش. والموضوع كبر لدرجة ان بريطانيا بقت تتريق عليه وعرضت على مصر ان هي تساعدها في الموضوع ده، والحكومة قررت تنزل بتقلها، مشي طيارات ودبابات و60 من افضل رجال الشرطة ساعتها. ومش بس كده، ده كمان الجيش اتدخل وبعت 1000 جندي، والنتيجة برضو ان مفيش فايدة، وده لان الخط كان محصن الجبل وكان عامله بيته وعارف مداخله ومخارجه، فمحدش عارف يمس شعره منه. فساعتها بقى الحكومة قررت ان هي تحاول تستدرج الخط بره الجبل خالص، لان جوه الجبل بتحصل مجازر والخط هو اللي بيكسبها، وده لان الخط هو اللي عايش فيه بقاله سنين وعارف الخبايا بتاعته. فشوية وجالهم حل على الطبطاب، وهو ان الخط وقتها كان خاطف عيل صغير وكان طالب فدية من اهله. ساعتها الحكومة اتفقت مع اهل العيل ده ان هم يخلوا الخط ينزل بنفسه يستلم الفدية، وبالفعل الخط وافق وما كانش خايف من اي حاجة، وجاب الطفل وراح مسلمه الاول كمان، وما كانش خايف ان هو ما ياخدش الفلوس بتاعته. وبمجرد الولد ما بقى في امان، الباقي انت عارفه، اتهجم عليه من كل النواحي بكل الاسلحة اللي ممكن تتخيلها، وفي ثانية ومن غير اي تفاهم راحوا مصفيينه، والخط ساعتها خد تقريبا 21 طلقة. وبكده تكون الحكومة خلصت على واحد من اشهر السفاحين في تاريخ مصر، وهو الخط. وبس كده فيديو النهارده يكون خلص. رابط الانستجرام هسيبهولكوا في الكومنتات تحت، لو دخلتوا عملتولي فولو هكون مبسوط جدا.